بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزمالك بيكسب أول مباراة في الست مباريات الإقصائية حاسمين للدوري. بورسعيد 4-1. بسبب وجود الكابتن نبيل الكوكي اللي هم مشوه، واللي أنا طالبت بمشيانه من فترة كبيرة، ولكن الكابتن عماد النحاس البديل اختيار غلط. طيب، الزمالك بيكسب في غياب محمد شحاتة لاعب الوسط المهم، واللي الزمالك خسر 3 نقط في الماتش بتاع انبي اللي قبله بسبب غيابه يعني. كمان عايز اقول للزملكاويه مبروك طبعا الفوز والثلاثة بونت وتصدر الدوري. ويا رب تكسبوا الكونفدراليه. طب ليه بتقول كده رغم ان الدنيا كلها بتقول ان الزمالك هياخد الدوري وهياخد الكونفدراليه؟ وكان ليه سبب بسيط خالص. تاني بفكركم، احمد فتوح بيلعب في نص الملعب، وده ممكن يخلي الزمالك ما يكسبش حتى الكونفدراليه في وجود احمد فتوح في نص الملعب. طيب، الزمالك عنده دوافع وروح وجماهير والكلام ده كله، ولكن في وجود فتوح في الملعب في الحته ديت ممكن الزمالك يخسر حتى الكونفدراليه. الدوري انا بشوف طبعا لسه بدري جدا، وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده يعني. خلينا نتكلم برضو. الاهلي بيتعادل مع السيراميك امبارح في وجود الكابتن علي ماهر، اللي هو ربنا اراد له انه يبقى مدرب يعني. جاب جون، شوبير جاب جون في الاهلي، مصطفى شوبير هدف بنيران صديقه، تصويبه حلوه من فخر